معلمي. في يوم من أيام الشتاء البارد كان المختار أبو عمار ملاحق من أحد السماسرة أصحاب النفوذ في الدولة العثمانية. كان هذا الشخص ملقب بالأخطبوط. الأخطبوط بلغ عن المختار أبو عمار إنه مزق قائمة السفربلك اللي وردت فيها أسماء أشقائه الاثنين، وأيضاً قام بقتل قائد المخبر. رغم أنه المختار أبو عمار كان بريء من هاي التهم المنسوبة إله، بس هو أدرك أنه في مؤامرة كبيرة عم تنحاك ضده، خصوصاً أنه الأخطبوط يكرهه. خرج أبو عمار الفجر الأول من رمضان، وكان معه أولاده الاثنين عمار وكمال، واختفوا ببحارات الشام. ونزلوا ببحارة كانت نص معمرة وشبه مهجورة على طريق قنوات الماء، كان فيها بئر واحد وعدد قليل من العائلات. واللي خلى أبو عمار ينزل بهاي الحارة هو صديقه صاحب الدين الشيخ زهر الدين الشوال، اللي كان بوقتها شاب وإمام المسجد بالحارة.